ازيكم؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي احسن صحة واحسن حال. في الفيديو النهاردة ومع وصفتنا النهاردة عايزاكم تسيبوا اي حاجة في ايديكم ولازم تتفرجوا على الفيديو ده وتركزوا في الوصفة دي جدا. واحدة من احلى والذ وصفات الايس كريم اللي ممكن تجربوها حرفيا. انسوا بقى كل وصفات الايس كريم اللي جربتوها ولازم تجربوا الميكس الخطير ده. هنعمل النهاردة ايس كريم نعناع بالشوكولاتة. انتوا متخيلين الجمال هيكون عامل ازاي؟ هنستخدم فيه سيرب النعناع اللي عملناه قبل كده مع بعض وعملنا منه عصير الليمون بالنعناع الفيديو اللي فات. لازم تتفرجوا على الفيديو. ايس كريم منعش بطريقة رهيبة وطعمه بجد تحفة وكريمي ولذيذ جدا غير اي ايس كريم تاني انتوا كلتوه. من غير كلام كتير يلا بينا نبدأ مع بعض. في البداية للوصفة دي وللآيس كريم هحتاج آيس كريم فانيلا، مش من غير أي طعم ومن غير أي إضافات. استخدموا طبعا أي نوع والماركة اللي انتوا تحبوها. أنا عايزة آيس كريم فانيلا سادة عشان هو ده اللي احنا هنضيف له بقى الطعم والنكهة بتاعة الفيديو النهاردة. فضينا بودرة الآيس كريم الفانيلا في طبق وعليها زي ما مكتوب على العلبة، لازم تشوفوا مقدار السائل قد ايه. الباكو ده احتاج معايا علبة من كوباية من اللبن، بس أهم حاجة اللبن يكون ساقع. واهم مكون عندي هو ربع كوباية من سيرب النعناع اللي عملناه مع بعض. هسيب لكم برضو لينك الفيديو في صندوق الوصف عشان تتفرجوا عليه وتعملوه مع بعض في البيت. ضفنا كل المقادير. بعد كده بشغل المضرب اول حاجة على اقل سرعة لحد بس المقادير تختلطوا عشان ما يطرش كده في كل حتة معاكم. بعد كده كل ما بيعمل فوم معاكم وقوامه كمان بيتقل ويبقى شبه الكريمة، ببدأ بقى بعلي السرعة تدريجيا لحد ما بوصل للقوام المطلوب. في الوصفة دي للأسف ما ينفعش خالص ان احنا نستخدم لا خلاط ولا كبة ولا حتى مضرب يدوي. انا محتاجة السرعة بتاعة المضرب الكهرباء علشان تديني الفوم والقوام الهش والحجم الايس كريم يتضاعف معايا بالشكل ده. كمان اثناء الضرب كل ما بنضرب بتلاقوا اللون بيفتح اكتر، اللون الاخضر بيتغير وبيفتح اكتر. بنفضل نضرب فيه كده حوالي 5 دقايق لحد ما اوصل للنتيجة اللي انا عايزاها. زي ما قلت لكم الايس كريم يبقى قوامه شبه الكريم شانتيه كده، هش كده وقوامه بيفتح كمان وحجم المزيج بيتضاعف زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بنكمل ضرب. اللون عندي بقى افتح بكتير عن الاول والقوام كمان اتغير كده. خلاص وصلنا للقوام المطلوب بتاعنا بتاع الايس كريم وبقى جاهز. زي ما قلت لكم اهم حاجة عشان توصلوا لاحسن نتيجة في الايس كريم ان السائل سواء المية او اللبن يكون متلج، يكون ساقع جدا. ويستحسن ان احنا نستخدم لبن دايما في وصفات الايس كريم، هتديكم دسامة وطعم اغنى اكتر بكتير. وصلنا خلاص للقوام المطلوب بالشكل ده. بننزل الاطراف. بما اننا هنعمل ايس كريم شوكليت مينت او نعناع بالشوكولاته فلازم عندي اهم مكون هو الشوكولاته. ضفت اول حاجه معلقتين كبار من الشوكليت شيبس. لو مش متوفره تقدروا لو عندكم شوكولاته مطبخ تكسروها حتت صغيره جدا وتقلبوها مع الخليط. بعد كده بتجيبوا علبة تلاجة تكون نظيفة وبننزل بكل خليط الايس كريم بتاعنا في العلبة عشان يكون جاهز ان هو يدخل الفريزر يتجمد. بديه تقليبة سريعة بس كده عشان اتأكد ان الشوكولاتة اتوزعت كويس في كل حتة في الايس كريم. وكمان احنا هنزود على الوش باقي الشوكولات شيبس. انا مستخدمة تقريبا في الوصفة نص كوباية من الشوكولات شيبس، نصها دخل جوه الوصفة والباقي هنغرق بيه الوش كده على قد ما نقدر عشان الميكس ده مع بعضه بجد احلى ميكس ممكن تجربوه في الايس كريم. كده خلاص بعد ما ضفنا الشوكليت شيبس الايس كريم بتاعنا جاهز انه يدخل الفريزر مش اقل من 6 ساعات، ويستحسن كمان ليلة كاملة. لازم يتجمد كويس جدا علشان نعرف نخرجه ونبدأ بقى نغرف الايس كريم بتاعنا مع بعض. تاني يوم بعد ما عدى ليلة كاملة على الايس كريم هنفتح عليه وهتلاقوه اتجمد خلاص بالشكل ده وبقى جاهز ان احنا نقدمه بالطريقة اللي احنا عايزينها. طريقة الايس كريم دي او الفليفر ده بالذات النعناع مع الشوكولاتة، اوعدكم ان انتوا هتعملوا اكتر من مرة بجد طعمه خطير.
بالايس كريم سكوب او بمعلقه. تقدروا تغلفوا الايس كريم بالطريقه اللي انتوا عايزينها وتقدموه بعد كده زي ما انتوا حابين، زي ما قلنا قبل كده، مع البسكوته بتاعه الايس كريم او في اطباق كده، وتقدموا معاها اي صوص على حسب الرغبه. من احلى وصفات الايس كريم، وهفضل اكرر لكم كده كتير لانها بجد بجد طعمها خطير. بقت عندي رقم واحد في كل الايس كريمات من كتر طعمها المميز وكمان المنعش جدا. زينتها كمان بشوية من الشوكولات شيبس على الوش، وورق كده من النعناع بما انه ايس كريم كمان بالنعناع، وقدموها بالطريقة اللي انتوا حابينها. هتستمتعوا بيه جدا، منعش ولذيذ وطعمه بجد تحفة، وكريمي جدا كده، وطعم النعناع فيه قوي. لازم تشوفوا الفيديو بتاع سيرب النعناع، عملنا منه وصفات كتيرة، ولسه كمان عندنا وصفات كتيرة جدا هنعملها مع بعض ان شاء الله. بما ان فصل الصيف مكمل معانا، فهنعمل شوية مشروبات كده صيفية باردة ترطب وتهون بقى الجو الحر زي الايس كريم بتاعنا ده. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ودي كانت وصفتنا شوكولات مينت ايس كريم، سهل ولذيذ وسريع ومنعش جدا. لازم تجربوها وهستنى رأيكم. ولازم ترجعوا كمان، عملنا وصفات كتيرة من الايس كريمات على الصفحة. اشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي والوصفة الجاية. كالعادة كنت انا معاكم فاتن عود، والسلام عليكم.